ابنك عبقري وسابق سنه وانت عايز تعلمه برمجه بس شايف ان سكراتش ده اقل من عبقريته وانه جاهز انه يبدا ببايثون، فخليني اقول لك انك غلط جدا. انا شخصيا بدات اتعلم عن طريق سكراتش، والصدمه الكبيره ان جامعه زي هارفارد من اقوى الجامعات في العالم وفيها كورس اسمه CS50 واللي مصنف من انه افضل كورسات البرمجه على مستوى العالم بيبداوا بسكراتش. فخليني اقول لك انك لو بدات معاه بحاجه اكبر من سنه فدي اسرع طريقه للملل والفشل. الطفل مش محتاج محتوى كبير، لا هو محتاج بدايه يحس فيها بالانجاز وانه مبدع. مثال عملي، بدل ما تبدا معاه بكتاب ضخم عن البرمجه ابدا معاه بحاجه بسيطه زي لعبه ان هو يشوف فيها انجازه ويعرف نتيجته ويتأثر بيها بشكل كبير. كل موديول عبارة عن مشروع صغير يقدر يخلصه بإيده، مش علشان يتعلم كل حاجة، لا علشان يقدر يشوف تأثير بسيط من اللي هو بيعمله. وده مهم لأنه هيسأل، هيجرب، هيغلط ويصلح، وده بيخليه يتعلم تفكير منطقي وإزاي يفكر بشكل أحسن. والطفل اللي بيكتشف بنفسه وبيحب اللي بيتعلمه وبيكمل فيه. التدرج في ان كل موديول يكون مبني على اللي قبله، مفيش قفزات مفاجأة، بيديه ثقة اكبر وانجاز كبير. الخلاصة ان الطفل مش محتاج يكون عبقري من الاول، لا هو محتاج رود ماب مناسبة لسنه، تحديات واضحة وانجاز يقدر يلمسه. انا كوساي شتاين، تابعني لو عايز تعرف الرود ماب المناسبة لابنك عشان يتعلم برمجة.